الله يلطف بينا، الله يرد بينا. سيدي كيعيش هذا القطاع، كيعيش واحد الحاله ديال الذبيحه السريه اللي كتجي من الاسواق، اللي كتجي من جمعة سحيم، من سبت قزوله، من سميتو. هاد الناس خلاو البوطوار اللي كانوا عايشين فيه وكياكلوا فيه وكيشربوا فيه وكيذبحوا فيه في هذا البوطوار، ومشاو للسواق، مشاو للسواق ديال القرويه، ولاو كيجيبوا اللحم من الاسواق. ويخلي سميتو واحد الناس اللي هاد الناس ديال الصناع اللي ولاو كيعانوا مشاكل، كيعانوا واحد المشاكل لا مرتلى بها. حنا الجزاره، حنا في البوطوار، حنا الصناع، كاين لا صناع دايرين، وكاينين ناس الجزاره في سميتو، كاينين اللي في البوطوار. هاد الناس اللي كيعانوا مشاكل ديال الناس الصناع اللي مساكن، اللي كانوا خدامين وكان واحد المدخل عندهم مساكن لقمه العيش، صدقوا لا واحد الحاله لا مرتلى. بنادم باش يفهم شنو الصناع. الصناع هما اللي خدامين، اللي كيذبحوا في البوطوار، اللي كيخدموا، هما الممثلين ديال الجزاره، هما اللي كيخدموا للجزاره البهيم ديالهم، كيذبحوا لهم البهيم ديالهم. فهمتي شنو؟ المهنيين. دابا حنا كنقولوا الصناع وكاين كسميتو كيدير حرفه ديال، لا حنا كنقولوا الصناع في البوطوار مهنيين الجزاريه في التكزير، لا غير في البوطوار. حنا ماشي هاد الناس ما كيخرجوش الحوان كيتعاون زعما مع الجزار ولا شي حد، هذا في البوطوار، هادو خدامين في البوطوار، هاد الناس اشنو المشاكل ديالهم؟ المشاكل ديالهم هي هاد الحمل ولا كيجي من داك، جا خرج لنا واحد الترونسبور ما عرفناش من تولد لينا، تا ولا كيجي دير لا واحد الحاله لا مرتلى، ما عنده سيرتيفيكا، ما عنده شي حاجه، شي قانون اللي كيحمي. هذه كتسمى لا كتسمى تهريب، ما كنقولوش حنا، هو مطبوع اللحم. اسمع سعيد، اسمع، هاد اللحم هو مطبوع، حنا كنقولوا من هنا، ماشي حنا كنقولوا ذبيحه، هاد اللحم مطبوع، وين كيتسمى تهريب، ما مخلصش الطاكس ديال البوطوار، ما مخلصش سميتو كيذبح في الجمعات سحيم وفي ذاك. هاد الناس كيهربوا من الصنك، اقسم بالله العلي العظيم، وهذا الله تعالى فوق منا، اللي كيقول لك كيهرب من الصنك من البوطوار، كاين الصنك ديال السوق اكثر من البوطوار. وعلاش كيهربوا منه؟ كيهربوا منه علاش؟ كيقول لك زعما حنا الغلا عندنا، حنا كيقول لك حنا عندنا الصنك غالي هنا في البوطوار، هو ما كاينش الغلا اللي كاين في السوق اكثر من هنا. وهاد الناس كيقول لك هاد المشاكل اللي كاينه، هاد الناس مساكن راك عندهم الشيمي ديال الكونسير، الناس اللي كاينه مساكن اللي كانوا صناع خدامين. واش ممكن كاين جزار معنا صاحبو دابا مرض بالكونسير وما عمرو جا طلع عليه، كيذبح وكيدير سميتو كيتلاح. حنا كنعرفوا، حنا ماشي هذا الشيء كنكذبوا فيه، هذا الشيء وقفوا عليه هاد الناس ولا ما وقفوش عليه. الجمعيه باش تعاونوا بعض، درنا هاد الجمعيه باش نعاونوا هاد الناس، حنا ما بغينا نضروا حتى شي واحد. وبالنسبه لهاد الناس اللي كيذبحوا في السواق، واش الظروف ديال الذبيحه صحيه؟ واش كيذبحوا نيت الحولي ولا كيذبحوا شي حاجه اخرى؟ لا حنا ما كنقولوش، حنا كيذبحوا البقار، كيذبحوا الغل داك سميتو، هو كاين التهريب ديال داك. حنا كنشكروا من الصنك، كيهربوا من الصنك. وكاين هذا كيتسمى حتى هو راه كنسموه، راه كنقولوا ذبيحه سريه، ملي كتولي جايه من واحد الاسواق راه حتى هي ذبيحه سريه. هو اللي خلاهم يهربوا من المطرح، من الباطوار. عرفتي شنو هو المشكل؟ بلاتي اسمح لي بلاتي، هادو اللي خلاو هربوا من البوطوار. دابا بحال كنقولوا حنا كاينه 3 ايام في السيمانه ديال الذبيحه، بحال كاين عندنا حنا الاثنين والسبت والخميس. هاد الناس ولاو كيذبحوا كل نهار كيذبح. كيقول لك دابا بحال كاين شي واحد، دابا حنا بحال اليوم ذبحنا الخميس حنا علقنا اللحم، هما كيجيبوا نهار اللحم كيجيبوا على جديد. واش غنبيعوا القديم ولا غنبيعوا الجديد؟ كيتباع جديد وكيخلوا لهذاك السيد اللحم ديالو قديم. هاد الناس راه ماشي مشاكل، حنا كنقول لها سميتو ولاو كيذبحوا في السوق. حنا المشاكل اللي كنعيشوا في القرنه هنا هي اصلاح، ما كاينش الجرير، ما كاينش الماء، ما كاينش لاكلاص، ما كاينش الترونسبور. كاميو واحد واش تيجزير غتهز كاميو غتسنى 12 نهار عاد غادي يجيك الكاميو. راه بالسيف ما يضطر هذا الجزار يمشي يذبح في السوق. ما كاينش شي ديك الكلمه ديال الذبيحه السريه. الذبيحه مطبوع اللحم بالسوق بالطبيب ديالو بكل مالي، ولكن الجزار لقى راحته، كيجيب بهيمه نقيه، كيجيب سلعته نقيه، كيشيط ليه مصور على حساب هذا المصور اللي هنا، غيمشي يخلص هنا الطاكس 14000 16000 20000 كثير على هذا الجزار. والبهيم غاليه، فهمتي؟ البهيم غاليه، واش هو غادي يمشي يخلص يزيد ثاني السومه؟ اذا توضح لنا اكثر. ودابا خويا الجزائر كيذبحوا في السواق، من قبل كان كيذبحوا في المدينه،
مدينه 86 87 88 كانت ذبيحه مليحه، كنطيح 30 40 ديال البقر، دابا كيطيحوا 5 تباين، كلشي هرب، كلشي دابا هرب للسوق، كلشي دابا كيتباع في السوق. علاش كيقول لك هنا السرك في السوق ما فيه السرك بزاف، هنا دابا كيخلصوا 12000 و 14000، تما في السوق كيخلصوا 5000، ولكن كيزادهم السير ديال الطوموبيل بحال اللهم حتى يذبحوا بقرنا. حنا كنطالبوا هاد الصناع ديال صحاب المزازير ديال الجزاره يذبحوا لنا في قرنا باش حتى حنا نتماشوا. فويدات عندنا كنتفاتنوا عليهم، دابا كيطيحوا 7 البهايم ولا 5 البهايم، كاينه 15 فويدي كتجي كتزايد على بعضياتها، كيطلعوها الجزار للسوق. كاين اللي ما كيشريش، وعندنا وليدات، كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 6، كاين اللي مريض، وهذا الشيء اللي نقولوا. هادشي اللي درتو صافي، هادشي باش تعاوننا، باش داوي علينا الحقوق ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد القادر مزرعه. اليوم تم انتخابي بالاجماع رئيسا وطنيا للجمعيه الوطنيه لارباب المزازير. هذه الجمعيه جاءت بناء على عندي الاخوان للجزاره ديال اسفي وفيهم اللي عندهم المحلات والحرفيه، حكوا لي عده مشاكل بصفتي رئيس جمعيه حقوقيه، وداروا لي طلب مؤازره. قلت لهم هذه المشاكل علاش اللي ما ديروش واحد الاطار قانوني اللي غتعودوا تهضروا به قدام المسؤولين وتفكوا به هذه المشاكل، وطرحت عليهم باش يديروا واحد الجمعيه. اليوم تم الجمعام التاسيسي، تم انتخابي بالاجماع رئيسا وطنيا. هذا تحملت على العاتق ديالي تكليف ماشي تشريف، وتحملت على العاتق ديالي هذه المهمه، ونتمنى ان شاء الله انني نتوفق فيها. المشاكل كثيره وكثيره كثيره بزاف، منها ان هذاك فريقو اللي كاين في المززاره خاسر مده دابا 7 سنين ولا 8. الجزاره ديال السواق انهم اضطروا كيمشوا للسواق جمعة سحيم وكزوله، من ما ولا يضيع مداخل الخزينه العامه ديال الجامعه. كيف يعقل ان المزاره في اسفي وبحجم مدينه اسفي كيذبح فيها 4 الروس ولا 5 والغلم 10 ولا 12، في حين ان الغلم كانت 120 140، البقر 40 50، ولا كل الناس كيمشي كيذبحوا في السواق. وهنا لقينا واحد المشكل اللي هو كبير. شنو هو المشكل؟ هذوك الصناعيه اللي كاينين مع الجزاره اللي كانوا كيعاونوا الجزائر يسلخ معاه وكل شيء، الان ما بقاوش مصوروا حتى حاجه مساكن. الناس مهددين، من اللي كاين الكاري مهدد بالافراغ الان، كاين اللي مريض في ركنه ما لاقيش حتى باش يداوى. السبب ديالو هي هذه المززاره. كون كانت هذه المززاره اللي خدامه، هاد الناس راه ما غتلقاوش انهم اغلب ديالهم كلهم تشردوا.